ايه رايكم؟ بطقم انا والانتريه مع بعض، مش ملاحظين؟ نفس اللون النبيتي نبيتي فاسمر ونبيتي فاسمر. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واتمنى من الله عز وجل ان انتوا دايما تكونوا بخير، واتمنى منكم لو اول مره تشوفوني تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا بقى اما اقول لكم حاجه كده، بس مش عاوزه تريقه، مش عاوزه استهزاء، مش عاوزه تعليقات سلبيه، مش عاوزه كلمه تزعلني، مش عايزه اي كلام بايخ اسمعه، ماشي؟ تعالوا نقول لكم ان تتخيلوا اللي ده الانتريه بتاعي. تعالاتي كده يا سلمى صوري عليه العوض ومنه العوض. يعني انا ما بقعدش على الكرسي ده وبقى على الارض، امال لو كنت بقعد عليه؟ يعني انا مخلياه الاوزان الخفيفه لسما لساره ده اخر. انتوا طبعا عارفين اللي فيه كنبه فوق، وقلت لكم في كرسي قريب هيحصل، هو الكرسي ده. تعالوا بقى بوريكم ايه النصيبه الاكبر بقى. عاوزه اقول لكم ان الهدوم مداريه بلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقلعه عشان اغسل الانتريه، فقلت اما ايه اوريكم عشان تعرفوا ان انتوا احسن من غيركم بكتير. انا برضو الانتريه بتاعي ده انا الحمد لله احسن من غيري بكتير. في ناس قاعده على الارض، يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، فربنا يعين كل واحد على عيشته يا جماعه. في ناس قاعده في خيم، في ناس قاعده على الارض، في ناس بتبات في الشوارع، في ناس بتبات تحت الكباب. وبعدين النوم في بيتي هنا وعلى الارض احسن ما بات في مستشفى على سرير. والله العظيم ده امانه، ربنا يكفيكم شر الوحش وشر فوجع الاطفال. ده بقى يا جماعه الانتريه بتاعي. فباذن الله باذن الله باذن الله انا بفحر كده بايدي واسناني عشان اجيب انتريه انا او ركنه. يعني انا مش عارفه انه هيكون احسن، اللي بيقول هاتي ركنه واللي بيقول هاتي انتريه. فعلى ما اظن يعني الركنه هتكون احسن. فلما اجيبها ده هيتركن فوق وهعمل الركنه، ماشي؟ انا عاوزه اقول لكم ان الانتريه ده شاف بلاوي سودا، والله العظيم شاف معايا بلاوي سودا. يعني انا متجوزه داخله في 19 سنه اهو. انا كنت في دور ارضي، وكانت شقتي ديت عامله زي دار المناسبات، في فرح مفتوحه في حزن مفتوحه. مثلا حماه الله يرحمه كان يجيله ناس، كان مثلا ماشي مع مصاحب ناس بتوع انتخابات، كل يوم والتاني ناس عندي. فطبعا وصل لكده زي ما انتم شايفين، مش من شويه. يعني هو اتبهدل معايا، غير ما العيال طبعا كانت بيتنططوا عليه بعد كده. فهو وصل للمرحله دي كده يا سلمى، زي ما انتم شايفين كده. هو اتفسخ خلاص، ما عادش بقى ليه حل تاني. وبعدين البهدله ديت من العيال، وطبعا كنت حطيته في الصاله عندي واتعاص واتلزق واتبهدل وغسلته ورجع تاني. وهنا برضه لو خدتوا بالكم مفسخ برضه، وهنا هكذا. فالحمد لله الحمد لله على كل حال. فانا دلوقتي بفحر بايدي واسناني علشان اجيب انتريه. يعني انا عاوزه حاجات كتير، عاوزه انتريه، عاوزه شاشه، عاوزه اظبط المطبخ. فطبعا مفيش حاجه بتيجي مره واحده، مفيش حد بيطلع السلم مره واحده، كل الناس بتطلع واحده واحده، وانا احسن من غيري بكتير والله العظيم. يعني انا بشوف ناس عايشه في عشش، وناس عايشه في خيم، وناس ساكنه وبتنقل مثلا كل شهر والتاني، ولا كل سنه والتانيه، وعزلها متكسر قبل اوان. فنمتي على الارض هنا او في شقتي من غير انتريه خالص احسن بكتير من ان اكون في مستشفى، احسن بكتير من ان اكون تحت كوبري، احسن بكتير من ان اكون في عشه او في خيمه. فالحمد لله على كل حال. فانا دلوقتي هغسل الكسوه بتاع الانتريه، لان انا ما غسلتهاش بقالي كتير. يعني مثلا انا بقول ايه، هو كده كده الانتريه بايظ، وكده كده الكسوه سايباها علشان تداري ايه المنظر اللي انتوا شايفينه ده. بس الصراحه بقى انا حاسه اللي هي ايه اغمقت. يعني انتوا لو خدت بالكم شايفين الظهر عامل ازاي ومكان قعدنا عامل ازاي، طبعا اختلف. وانا معايا اطفال، الاطفال طبعا ما بتريحش. يعني لو احنا نايمين طول الليل، هم طول الليل عمالين بيلعبوا عليه، غير ما بيجيبوا حاجات من المطبخ وياكلوا ويشربوا ويتنططوا ويلزقوا. فالعيال ما بترحمش. فانا دلوقتي هحطه في الغسالة
وهنشر. حطيت الانتريه اهو، مش الانتريه كسوة الانتريه، يعني الكسوة سليمة والانتريه اتكسر على العود ومنه العود. مفيش حاجة بتفضل على ما هي يا جماعة، ده احنا ذات نفسنا متكسرين والله بجد. وحطيت الاريال ياخد بقى دورة كده في الغسالة. هو انت بتعيري الوقت ازاي سبب؟ انا بلاحظ ان الوقت كله زي بعض. لا عادي، هو مستسلمة على وقت واحد؟ لا عادي، بس انا بحب اعمله كتير. ازاي؟ ماشي، انت لو خدت بالك هنا هيدي نفس الوقت بتاع كل مرة، عشان انا بعملها كل مرة كده على نفس الوقت. ماشي، نحطه بقى ياخد دورته وبعدين ننشره. فعرفوني يا جماعة، يعني الأحسن اللي أنا أجيب أنتريه ولا أجيب ركنة؟ يعني أنا باخد رأيكم، لأن طبعا كل واحد له ذوق. فأنا بقول الركنة متهيألي مش هتاخد مساحة زي الأنتريه، بس أنا في نفس الوقت بقول الأنتريه جامد عن الركنة. بس أنا لو جبت ركنة هجيبها ركنة من اللي هي الهين كنبة بسرير، علشان خاطر أنا عاوزة يبقى عندي سرير كمان زيادة. فانتوا رأيكم ايه؟ يعني انا باخد رأيكم كده، فقولوا لي كده في التعليقات. يعني خلاص، حتى الكنبة الكبيرة ديت برضو، يعني انتوا لو خدتوا بالكم خلاص هي اتخلعت هي كمان، مع ان في ناس متجوزة قبل منه وحاجتها جديدة، بس الظروف اللي انا كنت فيها كانت مدمرة حاجتي. لان انا زي ما قلت لكم كده، انا شقتي كانت بيت مناسبات، يعني اي حاجة كانت فيه، فرح بتاع سلايفي، عزا عندنا، معرفش مين اللي جاي، الحماية مين اللي صلح، حد زعلان يعملوا قعدة، معرفش ايه، كان الدنيا مهروسة بمعنى اصح. فعشان كده هو وصل لكده. وغير كده بقى لما حماته وحماية نزلوا قعدوا معايا، فطبعا انا فضيت لهم الاوضه بتاع الانتريه، طلعت الانتريه حطيته في الصاله عندي في شقتي القديمه. فطبعا لما اتحط في الصاله بقى عرضه للي رايح وللي جاي، بقى هرسه بمعنى اصح، عيال بتتنطط، اللي ياكل وايده وسخه يقوم يسند عليه، معرفش حد بيتفرج على التلفزيون خد النوم وهو بيشرب كوبايه الشاي تقع عليه. فالمهم يعني كتر خير الدنيا بامانه، يعني كتر خير الدنيا. انا بس اللي طالباه منكم تقولوا لي اجيب ركنه ولا انتريه، ده اللي انا طالباه منكم، ويا ريت تردوا عليا في التعليقات، وابقى شاكره لكم جدا. ويا ريت اللي يكتب لي تعليق على الانتريه او على شكله او على كده، انت ما عشت ولا عشت ظروفي، فاهم؟ يعني في ناس مثلا ممكن تقول ايه اللي وصلوا المرحله ديت، انت ما كنتش بتنظفي، انت ما كنتش بتعملي. محدش عايش عيشه حد، ولا حد عارف ظروف حد، كل واحد يحمد ربنا على اللي هو فيه. انتوا ما تعرفوش انا كانت عيشتي ماشيه ازاي ولا عامله ازاي. انا بقول لكم النفس اللي هو النفس جايز انا ما كنتش بعرف اتنفسه في شقتي، سبحان الله وسبحان من طلعنا منها على خير، والحمد لله. فنحمد ربنا. وزي ما قلت لكم قبل كده، بلاش نبص لبعض ولا نتريق على بعض، ولا نبص للي احسن مننا ولا نتريق على اللي اقل مننا. كل واحد يحمد ربنا على اللي هو فيه، وكل واحد يقول الحمد لله، وكل واحد يشكر ربنا على اللي هو فيه، لان كل واحد واخد حقه ورزقه ونصيبه في الدنيا ديت كلها تالت ومتلت، والحمد لله على كل حال. بس اكتبوا لي في التعليقات اجيب انتريه ولا ركنه، لان انا لما سالت هو تقريبا الاتنين نفس السعر، وفي واحد قال لي ممكن اصلح لك الانتريه ده. فانا بقى لسه مش عارفه اصلح الانتريه ولا اجيب انتريه ولا اجيب ركن. ولو صلحت الانتريه يعني هو مش هيصلحوا اي كلام، ده هو هيفكه وهيعملوه لي من اول وجديد، لان هو قال لي خساره الخشب بتاعه وخساره الحشو اللي فيه. يعني الخشب بصوا كده، ده كده الخشب بتاعه، قال لي خساره الخشب بتاعه وقال لي خساره الحشو اللي فيه. فانا مش عارفه بقى ما جايب اجيب واحد جديد انتريه جديد ولا اجيب ركن. يا ريت تدلوني في التعليقات، يعني حطوا نفسكم كده مكان، اعتبروا الشقه ديت شقتكم انتم مش شقتها. فهكون شاكره لكم، وقولوا لي لو هجيبه اجيبه لونه ايه. يعني مثلا عند الحيطانه اهي حيطه موف وحيطه بامبا،
يعني هنا مش باينه قوي الالوانات، حاساها فاتحه هنا باهته. امال في الحقيقه الموف مطفئ غامق شويه والبامبا ده غامق شويه. فقولوا لي اجيبه انتريه ولا ركنه، وقولوا لي انهي لون، واكون شاكره لكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.